هل لسه يستاهل انك تدفع فلوس في برامج الجرافيك الاحترافية؟ ولا البدائل المجانية تقدر تغنيك عنها؟ Affinity launched a new program. كلنا سمعنا عن برنامج جديد اسمه Affinity. شركة Affinity الموقع ده اسمه فوتوبيا. ده هيكون موضوع الحلقة دي. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا. هل برامج الجرافيك المجانيه تقدر تغنيك عن البرامج المدفوعه الاحترافيه زي فوتوشوب مثلا؟ فانا النهارده جايب لكم بدائل لبرنامج الفوتوشوب اللي هي مشهوره جدا وكانت عامله دوشه الفتره اللي فاتت، زي برنامج افنتي مثلا، وفي برنامج تاني او يعتبر موقع اللي هو فوتوبيا. فهنعمل مقارنه كده سريعه ونشوف ينفع تستغنى عن برنامج الفوتوشوب وتستخدم الادوات دي او البرامج دي ولا لا. خلينا نبدا مع بعض كده ونشوف الفروقات، ونبدا بواحده واحده. واول حاجه نبتدي بيها النهارده، هل البرنامج ده فيه اوبشن ان احنا نختار ان انظمه الالوان تكون CMYK او RGB، ولا هو RGB بس؟ نبقى عارفين ان هو ده ما ينفعش نشتغل فيه طباعه. خلينا نخش مع بعض في الشرح. اول حاجه خلينا نبدا ببرنامج فوتوشوب، البرنامج الاساسي بتاعنا، ونبدا نعمل نيو بروجكت ونشوف هنا احنا بنقدر عن طريق برنامج فوتوشوب ان احنا نغير المقاسات زي ما احنا عايزين، ونقدر برضو ان احنا نغير الريزوليوشن وانظمه الالوان. فاحنا هنا عايزين نشوف بالذات انظمه الالوان اللي ده بالنسبه لنا الاساس، لان اعتقد كل البرامج فيها ان انت تغير الريزوليوشن وتغير انظمه القياس وتغير كل حاجه، بس اهم حاجه يكون عندنا في نظام CMYK زي هنا. يعني بصوا هنا الكالر مود في برنامج فوتوشوب، لو ضغطنا هنا هتلاقي في انظمه الوان مختلفه ومنها CMYK. ده اهم حاجه، ده اهم نظام عندنا. يعني غير الRGB لازم يكون عندنا CMYK عشان اكون انا مطمن وعارف ان البرنامج ده مش هيتعبني لو حبيت اطبع حاجه مثلا وانا شغال تصميمات سوشيال ميديا. انا هنا دوست كرييت، خلاص كده يبقى انا انا مش هشتغل CMYK، انا هشتغل RGB طالما عرفت ان هو موجود، وهفتح كرييت لديزاين جديد. خلينا بقى نروح للبرنامج التاني مثلا معانا ونشوف برنامج زي مثلا افنتي. لو عملنا فايل نيو كده هنبدا هنا نبص نشوف هل برضو عندي نفس العناصر الموجوده في برنامج فوتوشوب. انا شايف ان هو نفس الموضوع، في برضو بريسيتس جاهزه، وفي ان انت برضو تقدر تتحكم في الريزوليوشن بتاعك، وتقدر تتحكم في انظمه القياس بتاعه سنتيمتر او بيكسل او زي ما انت عايز. فانا هنا مثلا ممكن اخليها بيكسل. هل بقى في ان انا اشتغل CMYK ولا لا؟ فدي عن طريق الكالر فورمات هنا، فنقدر نفتح كده. فلو نزلنا تحت شايف ان في موجود معانا CMYK تمام، بس هنا اسمها مختلف مش كالر مود. فنقدر نشتغل CMYK ونفتح نكرييت البروجكت بتاعنا زي ما احنا عايزين، بس انا هخليه برضو نفس البروجكت التاني، مش هنلغي برضو CMYK، خلينا RGB عادي. وهنرجع نختار من هنا البيكسلز ونخليه مثلا 2000، نخلي هنا بس ال DPI 72، ونشوف هنا نخليه هنا 2000 بيكسل. اهم حاجه بس نكون اطمنا ان هو بيقدر يشتغل مع انظمه CMYK. وهنعمل كرييت كده، خلاص اوكي، ندوس كرييت من هنا. كده كان في حاجه غلط، معلش هنلغي الملف ده ونفتحه تاني، كنترول ان. هنا عاملين 2000 بيكسل، الطول والعرض 2000 في 2072، مفيش اي مشاكل كده تمام. الفايل فتح تمام، ممكن تكون حصل غلطه او كده. انا خلاص كده فتحت البرنامج هنا، وعرفنا ان ده كمان في اوبشن ان هو يبقى فيه CMYK. نروح بقى للبرنامج الثالث معانا او البديل الثالث معانا، برنامج فوتوبيا او موقع فوتوبيا. هنعمل نيو بروجكت، وهنيجي هنا برضو هنلاقي عندنا ان انت تقدر تختار الاسم وتقدر تختار العرض والارتفاع بتاعك. يعني احنا مثلا برضو هنختار هنا 2000 ونعمل هنا 2000 برضو بيكسل. بس انا ملاحظه هنا بقى كده، يعني هنا في ريزوليوشن وفي البيكسل والانش، وفي عندنا تختار لون الفايل، بس ما عندناش هنا الاوبشن بتاع CMYK. يعني انا مش شايف عندي هنا اوبشن CMYK. فممكن نيجي هنا في السوشيال بتاع في الجزء بتاع نلغي السوشيال ونخش في الطباعه ونختار حاجه كده. برضو مش شايف ان في حاجه ظاهره خاصه CMYK. خلينا نبدا في بروجكت سوشيال عشان برضو نكون متاكدين. يعني هبدا في بروجكت سوشيال عادي ونخش جوه ونشوف هل انا من جوه اقدر احول لنظام CMYK، لان انا اعرف البرنامج شبيه جدا بالفوتوشوب. فنقدر من جوه هنا مثلا ان انا اختار ايمج مود CMYK. هنا في اوبشن CMYK ان انا اقدر احول لانظمه الوان CMYK. يعني لو هشتغل على CMYK خلاص بقى CMYK كلر. فدي نقطه كويسه برضو جدا ان البرنامج فيه CMYK كلر، ونقدر ندخلها برضو درجاتها هنا زي ما احنا عايزين، سيان والماجنتا واليلو والبلاك. يبقى احنا كده اطمنا ان الثلاث برامج فيهم نفس الاعدادات وانت بتنشئ بروجكت جديد، وفيهم اوبشن ان انت تعمل النظام الالوان بتاعك يكون CMYK، ما عدا برنامج او موقع فوتوبيا الفكره فيه ان هو ما بيعملش نيو بروجكت CMYK على طول. يعني انت بتخش تغير من جوه قبل ما تشتغل تمام. يبقى احنا كده خلصنا الجزئيه دي. نروح لتاني حاجه معانا بقى، وهو التعامل مع اللاير. هنفتح اول حاجه برنامج فوتوشوب. انا هنا
هنا اقدر اعمل لاير جديد، يعني اقدر من تحت هنا ادوس نيو لاير وانشئ لاير جديد، واقدر اسلكت فيه. انا هعمل بس سلكت عشان خاطر احط له، اعمل سلكت مربع كده، وهنا هضغط الت باك سبيس عشان املاه لون. يبقى كده عندي اللاير رقم 1 اهو. تمام. عايز اكرر اللاير ده، فبقدر اضغط كليك يمين واشوف هنا دبليكيت، او ممكن ادوس كنترول جي، بس احنا عايزين نشوف هنا في دبليكيت. دبليكيت لاير اهو، وتختار وتدوس اوكي. فانت كده كررت اللاير. في قائمه هنا خاصه بالاف اكس، فتقدر تغير عن طريقها حاجات كتير، تحط له ستروك، تحط له فيل، في الاوبشن متاح تخليه جريدينت، تعمل فيه اللي انت عايزه. فانا هغير بس عشان نبقى عارفين اشكال العناصر، فاخليه مثلا هنا باللون ده مثلا، وادوس كنترول دي عشان انا كنت حاطط سيلكت، وهبدا هنا اجيب اداه الموف واحرك عشان اتاكد ان انا عندي كده بقى في لايرين ان انا اقدر اتحكم فيهم، في لاير اهو ولاير اهو. فانا لو حطيتهم كده، اللاير ده كده انا حاطه كده، في حاطط لاير فوق لاير. طب عايز ابدله، اقدر انزله تحتيه. تمام. يعني انا اقدر اطلع اللاير فوق اللاير او انزله تحتيه. يبقى انا كده عندي كنترول على اللايرز بتاعتنا. اقدر اسلكت اللاير من هنا، اقدر اخفيه واقدر اظهره، اقدر ادمجهم مع بعض. لو انا عملت مثلا حاجه زي كليك يمين وعملت ميرج داون مثلا، او كوماند اي او كنترول اي، فانا عندي كده ايه اوبشن كتير ان انا اتحكم في اللاير. فده من مميزات برنامج الفوتوشوب، ان انت عندك كنترول كويس جدا في التعامل مع اللاير. دي تعتبر احتياج رئيسي وانت بتشتغل على اي برنامج من برامج الديزاين. طب هل الموضوع ده، يعني هل في قائمه لايرز نقدر نتعامل بيها وفيها نفس الاوبشن ده في برنامج زي مثلا افنتي او في موقع فوتوبيا؟ فاحنا ممكن نخش كده نشوف برضو البرنامج التاني معانا افنتي، نفتحه كده ونشوف هل انا اقدر اعمل اصلا نفس اللي عملته هنا ولا لا. فانا ممكن اعمل من هنا تحت هنا كده، نشوف نيو لاير، عملنا لاير جديد اهو. تمام. ونقدر نجيب برضو السلكت، هعملها بنفس الطريقه عشان نشوف احنا برضو ايه يعني شغالين ازاي. يعني هعمل سلكت كده وهدوس الت باك سبيس. انا كده مثلا مختار لون اسود، فاقدر اغير اللون الاسود ده مثلا اخليه احمر مثلا كده. يعني انا شايف ان هم يعني متشابهين جدا يعني. تمام. وحتى الاختصارات الت باك سبيس، كنترول باك سبيس، يعني انا هنا دوست كوماند باك سبيس عشان انا بشتغل على ماك، كوماند باك سبيس او كنترول باك سبيس لو انت بتشتغل في ويندو. فاداني ايه الفور جراوند كلر، والابيض اللي تحت الباك جراوند كلر. فهدوس كنترول دي عشان الغي السلكت. تمام. بقى عندي لاير اهو بلون. هل اللاير ده اقدر اكرره؟ لو عملت كليك يمين كده في دبليكيت اهو. تمام. بيتكرر عادي. وبادوات دايركت سيلكشن بتاعنا اقدر ان انا الموف تول هنا ان انا احرك لاير بتاعي. تمام. طب هل اقدر الونه برضو؟ هل في اف اكس هنا؟ في اف اكس هنا، تقدر تخش جوه ونشوف مثلا اوفرلاي هنا مثلا، كلر اوفرلاي هنا اهو. اقدر اخش اختار الدرجه اللي انا عايزها. احنا كنا عاملينه ايه؟ نخلي التاني ازرق مثلا. بصوا كده بقى عندي اللونين. يعني الموضوع متشابه جدا ما بين البرامج. والبرنامج ده مجاني كده تماما، ما عدا فيه اوبشن او في حاجات خاصه بالاي اي، فدي هتلاقيها مدفوعه. بس انا دايما بشوف ان يعني عامه مش مشكله ان البرنامج بتاعك يكون فيه اي اي، لان اساسا ادوات الاي اي بره بقت كتير يعني مرطرطه في كل حته يعني. فده اصلا سهل عمليه الديزاين جدا، وخلاك مش محتاج ان انت تدفع فلوس في برامج انت مش هتشتغل عليها كتير، لان انت هتدمج بالاي اي، هتعمل حاجات كتير بالاي اي. انت هتبقى بس محتاج البرامج بتاعه الجرافيك الاساسيه في الايديت، يعني هتبقى تعديلات، مجرد تعديلات يعني في الغالب خلال الفتره دي، خصوصا في تصميمات السوشيال ميديا والتفاصيل، الحاجات اللي هي خاصه بالدمج واللي اغلب الناس بتشتغلها، هتلاقي نفسك ان انت محتاج تعمل بيها ايديت او تعديلات بسيطه كده في النهايه. انا كده اللايرز عندنا تمام. طب انا اقدر برضو اغير مكانهم، اقدر احطهم فوق بعض تحت بعض، اقدر ان انا مثلا ادمجهم مع بعض. لو دوست كوماند دي مثلا عايز اتاكد، بصوا يعني نفس الاختصارات، يعني الموضوع متشابه حتى بالشورت كات هنا. بس انا شايف ان في فرق كبير، ان انت عشان تظهر لاير في العين اللي هي بتبقى على اليمين دي، هناك على الشمال. يعني يعني اختلاف كبير جدا يعني. ففي تشابه رهيب جدا ما بين البرامج، وانا مش شايف اي اختلاف لحد هنا في افنتي. ودي تعتبر الحاجات الاساسيه اللي انت بتبقى محتاجها. يعني انا عايز بس احط عنصر فوق عنصر، انا عايز احط حاجه فوق حاجه، عايز احط حاجه جنب حاجه، عايز يبقى عندي تحكم في ان في كذا لاير هنا مع بعض واقدر اتحكم فيهم. هنا حتى لو دوست كنترول جي هيطلع لي لاير زياده، بس حتى دوست كنترول جي هتطلع لايرز زي ما انت عايز. برضو ما فيش اختلاف كبير ما بينه وما بين الفوتوشوب، تعمل معاه بالاف اكس وتغير الوان وتعمل اللي انت عايزه. فالموضوع برضو سهل وبسيط جدا. هنطلع من هنا ونروح للبرنامج الثالث او الموقع الثالث معانا، هو برنامج فوتوبيا. فنشوف برضو الجزئيه دي هنا عامله ازاي. هنا برضو لو عملنا نيو لاير وادينا له هنا سيلكت وعملنا كده، هنديله اي لون مثلا، برضو اختار اي لون هنا، اي لون، الت باك سبيس. خلاص كده انا
اخترت اللي انا عايزه واجيب اداه الموف تول واحرك زي ما انا عايز. تمام. وعايز اكرره لو دوست كنترول جي برضه بيتكرر، كله نفس الاختصارات. وبالخصوص برنامج فوتوبيا يعني هو نسخه طبق الاصل من الفوتوشوب، يعني انا مش شايف فيهم اي اختلاف بصراحه عن بعض. نجرب نغير الالوان برضه، نشوف الاف اكس هنا مكتوب عليها اي اف، يعني بص اختلافات كده يعني شبه ما فيهاش حتى كرياتيفيتي هم بيعملوها. تمام. فانا كلر اوفرلاي، او هي فيها كرياتيفيتي لان هي متشابهه بشكل كبير عشان خاطر ان انت تستخدم البرنامج هو ما تحسش بفيه فرق. فخلينا كده اهو بس. اوكي، غيرنا اللون زي ما احنا عايزين ونقلناهم، ونقدر نحطهم فوق بعض وتحت بعض وندمجهم مع بعض. فالموضوع يعني ايه، هو متشابه، فمش محتاج اصلا ان احنا ايه نقعد نتكلم فيه كتير. يبقى احنا كده عندنا ايه البرامج في اللايرز فيها نفس الاوبشن تقريبا. هتلاقي اكيد في اختلافات بسيطه بس يعني بشكل عام هو نفس الفكره، يعني بشكل عام نفس الفكره، مش هتلاقي في اختلافات كبيره. وده جزئيه مهمه جدا في اي برنامج ديزاين انت تشتغل عليه. ممكن تلاقي برنامج ديزاين تاني ما فيهوش تحكم في اللاير واضح كده فتحس ان ده صعب، لكن هنا الثلاث برامج دول في اللايرز ما فيهمش اي مشكله. عايزين بقى نروح لجزئيه تانية ونشوف دلوقتي هل ان انا بقى اقدر اعمل عمليات مثلا زي الميرج هنا، زي الدمج، او ادخل صورتين في بعض، والتفاصيل دي برضو زي برنامج فوتوشوب. يعني احنا مثلا ممكن نمسح دول كده، نعلم على الاثنين كده ونديليت. تمام. نجيب اي صور، نجيب مثلا اي صورتين زي دول كده. يعني احنا هنا مش بنعمل ديزاين على قد ما احنا بس ايه عايزين نختبر البرامج ونفهم احنا نقدر نتعامل معاها ازاي. مثلا صورتين اهم كده فوق بعض، انا عايز بس اعرف ان انا اقدر امسح صورة عن طريق ان انا يبقى فيه هاردنس عالي او قليل، ان انا اقدر اعمل فيد ودمج ما بين العنصرين ولا لا. فانا عندي الصورة اللي فوق ده طبعا في برنامج الفوتوشوب الموضوع عندنا سهل. عندنا طريقتين اصلا للعملية دي. عندنا الطريقة الاولى ان انا بجيب الاريس او الاستيكة وهكبر البرش بتاعتنا واجيب البرش الاريسر بتاعتنا وهمسح. بص انا كده بمسح، ده كده مسح عادي يعني. بص كده الصوره اللي فوق واللي تحت حاده، يعني صورتين فوق بعض كده مفيش عمليات دمج. طب انا مش عايزها بالمنظر ده، انا عايز ان انا مثلا اعمل تداخل في الموضوع. فهعمل ايه بقى؟ هنيجي عند الاريسر بتاعتنا وهنيجي من فوق هنا هنخلي نقلل الهاردنس بتاعتنا دي. تمام. ونيجي هنا، احنا بس فاتحين اداة غلط، فهنقلل هنا الهاردنس بتاعتنا. احنا فين؟ سوري، الاريسر تول، احنا واقفين هنا. تمام. فهنقلل بس الهاردنس بتاعتنا هنا ونجرب كده. بصوا كده، بصوا كده بيحصل دمج كده، في دمج ما بين الصورتين وبعض. يعني بصوا كده الصورتين كده بيخشوا ببعض، دي كده عملية دمج. يعني دي كده عملية دمج كده، الصور بصوا بتخش ببعض ومش فاهم انت ايه داخل في ايه. فدي تقدر تدمج بقى شخصيتين في بعض، تقدر تدمج اي حاجه ببعض. تقدر تحط السما دي مع الجليد ده، او مثلا نغير، مثلا ممكن نعكسهم ونغير لون السما. يعني مثلا نخلي دي اللي فوق كده ونجيبهم فوق بعض، هنعملهم كده عشان تبقى الدنيا واضحه للناس اللي مش فاهمه الموضوع. ونجيب الصوره دي مثلا فوقيها، نخلي مثلا الجليد من تحت والسما من فوق. نقدر نعمل كده عن طريق برضو الاداه دي، ان انا اجيب اريسر واعمل كده واقدر ان انا امسح. بصوا فانا ايه اقدر ادخل صوره في صوره، او اسيب مثلا الجليد واسيب بقى تبقى السما اللي فوق، السما اللي هي الجديده اللي احنا عاملينها في العنصر بتاع الجديده اللي احنا شغالين عليها. طبعا تقدروا توصلوا لنتائج كتير جدا بقى الموضوع ده وانتوا عارفين يعني الفكره دي، يعني فكره الدمج. انا بس هنا بقى الفكره عندي في حاجه، مش دي طريقه الدمج البروفيشنال او الاحترافيه. يعني في طرق دمج احترافيه اكتر، ان انت ما تعملش كده عن طريق الاريسر، احنا تعمل كده عن طريق الماسكات، ان انت تقدر تعمل ماسك. فهنا عندنا في الفوتوشوب بتقدر تعمل ماسك كده وتجيب اداه البرش وتقدر تتعامل مع الصوره بالبرش. يعني اللون الاسود واللون الابيض. اللون الاسود لو عملت كده هيمسح، يعني عملنا كده هيمسح من الصوره اللي فوق. ولو احنا برضو مظبطين الهاردنس بتاعتنا كده فهيبقى العمليه فيها دمج. فانا هعمل كده، بصوا كده الصورتين تداخلوا ببعض، مسحت مسحه كده، بص الصور كده دخلت في بعضها. تمام. طيب انا عملت كده والصور اهي عندنا دخلت في بعضها. عايز ارجع هدوس اكس عشان ابدل، اخلي اللون الابيض واعمل كده ارجع اللي انا عملته. يعني انا اقدر ايه اروح واجي، فايه دي طريقه بروفيشنال اكتر. هنيجي هنا نجرب بقى. خلاص احنا عرفنا ان الموضوع ده هنا بيتعمل في الفوتوشوب، فاحنا عايزين نروح نشوف هل هو بينفع يتعمل في البرامج التانية ولا لا. فنيجي عندنا برنامج زي ده كده نمسح بيه الحاجات دي كلها، وناخد برضو اي صورتين من دول حطيناهم كده. تمام. زي نفس الفكرة اهي. تمام. ممكن ايه نعلم عليهم كده هما الاتنين ونكبرهم وندوس برضو شيفت عشان خاطر نحافظ على ابعادهم. ماشي. عملنا كده.
ادي صورة وبقت تحتها صورة. انا دلوقتي هدوس اي على طول عشان اعرف فين الاريسر. هنا على طول اهي الاريسر، وهنجرب ان احنا ايه نمسح كده. بصوا على طول برضه نفس الفكرة، مش حاسس باي اختلاف يعني. بصوا كده نفس الاريسر، تقدر ان انت تصغرها او تتحكم فيها من فوق من هنا، يعني تقدر تصغرها شوية. بصوا كده، فالوضع هو يعني يعتبر هو. لو انا جيت هنا كده ومسحت كده اهو، بصوا شغالين دمج زي ما احنا عايزين. نقلب كده انا شغال اريسر. طب انا خلاص بقى، انا كده عرفت ان هنا برضو نفس الفكرة. طب هل هنا برضو في ان انا ماسك؟ في ماسك اهو، اقدر اعمل ماسك واقدر ادوس دي. اول ما ادوس دي هنا الالوان دي هتيجي الوضع الديفولت بتاعها. فاقدر ان انا ايه عن طريق البرش بقى، مش عن طريق الاريسر، عن طريق البرش ان انا ايه برضو امسح في التصميم او ارجع الالوان. نجرب كده. بصوا كده بصوا هنا بس عشان في الاوباستي هنا ملعوب فيه مثلا، فبص نفس الفكره يعني. بص كده الصورتين مندمجين مع بعض. بصوا كده، نرجع كده. بصوا كده الصورتين دخلوا تداخل ما بين الصورتين في بعض. فهنا فهمنا ان هنا برضو بيقدر يعمل الماسك. عشان ما تقولش عليكم نخش برضو في فوتوبيا ونشوف برضو العملية دي متاحة ولا لا. نفس السلكت، نفس التحديد. انا سايب الحاجات دي عشان خاطر برضو تعرفوا ان يعني البرامج كلها نفس الشبه، يعني مفيش حاجة شدتهم برضو على طول وحطيتهم بنفس الطريقة، مع ان ده موقع بس الدنيا تمام. لو جينا برضو هنا هتلاقي الاريسر، ادوس اي واجرب امسح، هيقول لي برضو راسترايز عشان ده هنا سمارت اوبجكت. طيب هنيجي ندوس هنا ونكبر السايز ونقلل الهاردنس ونمسح. نفس الفكرة، الدمج هو تمام. لو عايز اعمل ماسك هنرجع كده ونيجي هنا ونعمل الماسك بتاعنا وخلاص. يبقى انا كده ايه قادر ان انا اعمل ماسك. خلي بالكم يعني كل اللعب بتاع تصميمات السوشيال ميديا والميرج والدمج والحاجات هي بالادوات دي. لا اما لايرز تحطها فوق بعض، لا اما تحت بعض، لا اما تلعب في حتة الدمج والكلام ده. نيجي لتالت حاجة معانا هنا في المقارنة دي، وهي فكرة ان التطبيق اقدر اتعامل مع صور. انا همسحهم كده ونسيب كده. يعني هنا عندنا ان انا اقدر بقى اتعامل مع الاضاءة في ادجستمنت هنا. طب زي الفوتوشوب كده، يعني الفوتوشوب عندنا هنا في قائمة من ايمج ادجستمنت دي فيها الليفل والكيرفز والاكسبوجر، ففيها تفاصيل كتير جدا انت تقدر تستخدمها. عايزين نعرف هل ده موجود. يعني مثلا هنا لو ضغطنا مثلا على الصورة دي مثلا وضغطنا دوسنا مثلا كنترول ال او كوماند ال عندي في الماك، هتلاقي ان انت تقدر تفتح الصورة وتغمقها وتعمل اللي انت عايزه في الصورة بتاعتك. تمام. القوائم او جبتها عن طريق قوائم ادجستمنت وجينا مثلا كيرفز، ففتحت الكيرفز، فبرضه تقدر هنا تتعامل مع جزئية في الصورة وتحدد عايز تفتح ايه وتغمق ايه. فهنا الاوبشن متاح ان انت تقدر تعدل وتحسن الالوان منين؟ من الادجستمنت. يا اما بتجيبها من فوق ايمج ادجستمنت وعندك المجموعه دي بقى تقعد تجربها واحده واحده وتعرف نتائجها عامله ازاي، او من هنا هتقدر تختار برضو نفس الفكره. لو اخترت مثلا ليفلز هيطلع لك هنا اوبشن ان هو يعمل نفس الموضوع بس على العناصر كلها. يعني كده بص فتح لك هنا البروبرتس اهو. بس لما بشتغل كده بيجي على الصورتين، التأثير بيجي على الصورتين. طب عايز اخليها على صورة واحدة، اجي فوق هنا، اجي فوق الصورة واعملها ماسك كده، فادوس كنترول الت جي، يبقى هي كده هتعمل ده بس التأثير ده بس على العنصر اللي تحتيها. فدي نقطة مهمة جدا، ان برضو البرنامج اللي هنشتغل عليكم فيه ان انا اقدر الكنترول ان انا اعمل الاوبشن على العناصر كلها ولا على عنصر واحد. يعني دي حتة مهمة. انا كده لو عدلت، بص بيعدل على صورة واحدة، اللي تحت ما فيهاش حاجة، اللي تحت زي ما هي ما بتتأثرش. بصوا كده، فدي نقطة مهمة جدا. فانا عايز اروح برضو سريعا اشوف هل البرامج التانية دي فيها نفس الاوبشن ده ولا لا. كده هنطلع من الفوتوشوب ونروح لافنتي ونشوف هل ان انا اقدر اعدل ادجستمنت برضو هنا زي الفوتوشوب. فاقدر انا فعلا ان انا هنا اقدر اجيب من ادجستمنت، اختار هنا اللي انا عايزه، اختار مثلا ليفل برضو، واقدر ان انا ايه اغير في الصورة زي ما انا عايز. هل ده بيتعمل على كل العناصر الموجودة؟ هو كده واضح ان هو ايه كل العناصر متأثرة بالادجستمنت اللي احنا عاملينه. فاحنا عشان نظبط الموضوع ده او عشان نشوفه نقدر نضغط على الليفل اللي فوق عشان نخليه على لاير واحد وندوس كنترول الت جي زي ما عملنا في الفوتوشوب. هو كده بص بقى مأثر على اللاير ده. هيعدل هنا بس. بصوا كده هيعدل هنا بس. يبقى انا كده اقدر
اظبط الادجستمنت زي ما بعمله في الفوتوشوب بالظبط. دي كده اهم القوائم على فكره اللي انتوا تبقوا محتاجينها وانتوا بتشتغلوا ببرامج الجرافيك. فانا هنا مثلا لو جيت اخترت حاجه تانية مثلا HSL مثلا، هنا كده هتلاقينا ايه يوستريشن، هنا كده بصوا كده هتلاقينا بقدر اغير الالوان، اقدر اخليها ابيض واسود، اقدر اعمل اللي انا عايزها بقى تبقى على العنصر ده او على العناصر كلها زي ما انا عايز. ولو عايز اجيبها من فوق هاجي هنا في بيكسل دي بقى، عشان هو البرنامج ده متقسم فيه فيكتور وفيه بيكسل، يعني في حاجات زي الستريتور كمان وفي البيكسل زي الفوتوشوب بيكسل. وهاجي من تحت من البيكسل هنا واختار ادجستمنت لاير. بصوا نفس الفكره واضحه، يعني الموضوع حتى الاختصارات هي يعني مش هتحس ان انت غيرت البرنامج. اللي انا بس اعرفه ان في مشكله ببرنامج افنتي في الكتابه باللغه العربي، بس ليها حلول. دي المشكله الوحيده اللي انا اللي شفتها ببرنامج افنتي، وما اعرفش بقى هي اتحلت دلوقتي ولا لا بصراحه، بس اعتقد كده هتتحل. كده هنيجي بقى لثالث برنامج معانا وبرنامج فوتوبيا. بصوا هو البرنامج فتح على فكره، البرنامج فتح معايا وانا برضو فاكره الفوتوشوب من كتر ما هو شبهه يعني. فانا هنا هنسلكت كده ونكبر كده مثلا. طب خلينا نشوف كده الصوره بتاعتنا، هل نقدر نعمل نفس الفكره برضو في ادجستمنت هنا وفي التعامل سهل. هنيجي هنا ونختار ادجستمنت من هنا مثلا الليفل، هتلاقي نفس الموضوع نفس الفكره يا جماعه، مفيش مشكله خالص نفس الفكره. جينا برضو نتاكد بس على كل الصور على كل الصور. طب مش عايز على كل الصور، كنترول الت جي. خلاص كده يبقى انا كده ايه كنترول الت جي، يبقى هو كده شغال على ايه على الصورة دي بس. تعمل حاجة تانية وعايزها برضو فوقيها براحتك، color balance مثلا، وهتدوس تعمل كده تغير في درجات الالوان كده برضو على الاتنين. لو دوست كنترول الت جي، لو دوست برضو كنترول الت جي هتلاقي برضو عندك الاوبشن ده معمول على ايه صورة واحدة، تعدل فيها زي ما انت عايز. واضحة؟ فدي الفكره من ان كده يعني البرامج كلها شبه بعض، مفيش اختلاف بقى ولا بين ده مدفوع ولا ده مش مدفوع. اخر حاجه وانا برضو ببقى شايف ان دي حاجه مهمه وهتحتاجها برضو جدا لو انت شغال في مجال الديزاين، ان يكون البرنامج بيقدر يفتح تمبلت مختلفه. يعني ان يكون البرنامج بيقدر يفتح تمبلت، ما يكونش مقيدني، يعني مش قادر افتح عليه اي تمبلت من اي برنامج تاني او اي تمبلت من على جاهز كده من على النت او اي تمبلت جاهز من فريبيك. فخلينا برضو نجرب الحته دي ونشوفها لينا كده على طول. ايه يعني احنا كده عارفين ان فوتوشوب بيعمل الموضوع ده، فاحنا هنجرب في فوتوبيا كده واحنا على فوتوبيا على طول. فهنجيب اوبن، نعمل اوبن، فهنعمل اوبن كده ونختار التمبلت ده بتاعنا معانا كده. فهنفتح اوبن، ده تمبلت جاهز نزل من فريبيك. فهو بصوا نزل شغال هنا زيه زي كأنه على الفوتوشوب، كل جزء معمول له جروب وتقدر تخش وتعدله، والدنيا ايه وفيها التكست مفتوح، الدنيا تمام جدا. تقدر تخش وتغير وتكتب وتعدل وتعمل ايه ديزاين زي ما انت عايز. وهنا طبعا تقدر تحط بليس، تحط الصور بتاعتك في المناطق دي اللي هو محددها هنا. وطبعا تقدر تحط الصور بتاعتك هنا في البليس يور ايمج. تمام، فهنا الدنيا يعني تمام. انا شايف ان هو فتحه زي ما فوتوشوب بيفتحه. يعني احنا برضو نرجع نبص على فوتوشوب عشان خاطر نبقى عارفين الدنيا هي بتبقى ازاي. فاحنا لو جينا في فايل اوبن هنا كده وفتحنا فوتوشوب هتلاقيه برضو فتح نفس الفكرة، هو زيه زي فوتوبيا. ففوتوبيا متشابه جدا يا جماعة مع الفوتوشوب وفي مميزات حلوة جدا. نروح بقى لافنتي ونشوف برضو الوضع عامل ازاي. لو عملنا فايل اوبن وجينا فتحنا كده الملف ده BSD، يعني عشان برضو نبقى عارفين هو بيتعامل مع الBSD ولا لا. هنا يعني ايه الوضع مختلف، مدينا رسالة كده ان في حاجات هو مش فاهمها تقريبا، ان هو مش معروفة. فتح الفايل، هو فتح الفايل فتح بس تقريبا ايه عارفين زي ما الفايل الفوتوشوب او الاستريتور بيضرب كده، هو فتحه كده كأنه ايه في مشكلة، الفايل ضارب فيه مثلا حاجات كتير تقدر تستخدمها وتقدر ممكن تتعامل معاه كده، بس الدنيا صعبة. هو مقسم كل حاجة بس التعامل معاه كده مش احسن يعني مش زي الفوتوشوب بالظبط في التمبلت. بس ممكن ده يكون تمبلت معين، ممكن حاجات تفتح وحاجات لا، فده مش عارفين. هو هنا معرفش يدخل الكليمنج ماسك كده، معرفش يظبط الحته دي تقريبا فضربت منه يعني. فدي نقطه برضو تبقوا حاطينها في دماغكم ان الوضع مختلف شويه في افنتي، بس شويه وهتلاقي هو كمان بقى ليه تمبلت وهتلاقي الدنيا سهله. وبعدين هو اصلا تبع موقع التمبلت الاساسي اللي هو كانفا، فهتلاقي ليه التمبلت بتاعه برضو. بس كويس جدا ان هو بيفتح التمبلت الBSD الخاص بالفوتوشوب، فالدنيا كده تمام. طيب انا كده يعتبر وريتك او عرفتك اهم الحاجات اللي انت
هتبقى محتاجها لو انت جرافيك ديزاينر. فانا شايف ان البرامج المجانيه بشكل كبير بتغني عن البرامج المدفوعه حاليا، وخصوصا مع الاي اي. يعني عمليات الدمج والكلام ده هتعملها كلها اي اي، ده هتعملها على جيميناي اصلا، وهتلاقي نفسك ان انت بتعدل بس بتحط تكست او بتعمل شويه شيبس او حاجات زي كده. فالبرامج المدفوعه دلوقتي انا من وجهه نظري ما بقتش العمليه مستاهله قوي. بس انت لو عندك راي تاني احب ان انت تكتبه لي تحت في الكومنتات. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه بتاعت النهارده. ما تنساش لو الحلقه عجبتك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتشترك في القناه لو مش مشترك، عشان نسبه كبيره جدا من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي مش مشتركه في القناه. يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم، وكان معاكم احمد غزالي، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.